عاجلة من وزير التربية والتعليم، وكمان يعني تحذير شديد جدا من وزير التربية والتعليم لجميع الطلبة بشأن الغياب، وفي غرامة مالية بعد قرار وزير التعليم. طبعا نشوف مصدر الخبر مع بعض. صدى البلد: بعد قرار وزير التربية والتعليم وغرامة 10 جنيهات عقوبة تغيب الطالب عن المدرسة بقانون. ايه نظام القانون دوت، وايه الغرامة الجديدة اللي حصلت؟ تعالوا نتعرف على تفاصيل الخبر مع بعض. وضع قانون التعليم عقوبة لتغيب الطالب عن المدرسة، ذلك في إطار تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن حضور الطلاب في المدارس وعدم التغيب. وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، شدد خلالها على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، يعني الغياب شغال ما رفعش، وحصر الغياب يوميا بين مراحل التعليم المختلفة خاصة الإعدادي والثانوي طوال شهر رمضان. وأكدت التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم ضرورة أن يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي على جميع الطلاب من مختلف المراحل التعليمية حفاظا على انضباط سير العملية التعليمية. ونظام انتظام الدراسة في رمضان: شدد وزير التربية والتعليم في تعليماته اللي تلقاها المدارس بشكل رسمي على ضرورة انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان. ونفت وزارة التربية والتعليم صدور أي قرار رسمي من الوزارة بينص على رفع الغياب في شهر رمضان. وأكدت وزارة التربية والتعليم إن يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الطالب غير الملتزم بالحضور في المدارس خلال شهر رمضان دون أعذار، يعني دون تجيب شهادة رسمية مرضية إن أنت مريض عشان كده اترفع لك الغياب. وتضمنت المادة 21 من قانون التعليم عقوبات حال غياب التلميذ عن الدراسة دون عذر. إذا نصت عليه يعاقب بغرامة قدرها 10 جنيه والد الطالب، يعني ولي الأمر المتولي أمره، إذا تخلف الطالب أو الطفل وانقطع دون عذر مقبول عن المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه. تمام كده. وتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل وغيابه عن المدرسة دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.